السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا جايين النهارده هنعمله مع بعض اكله كده ايه سريعه وجميله وخفيفه وسهله. هعمل فتة بتنجان. فتة بتنجان، جبت البتنجان خرطته زي ما انتم شايفينه كده اهو مكعبات ورشيت عليه ملح. هجيب صدر الفراخ برضك وهبتدي اقطعه رفيع اكني هقطعه زي الشاورما. يعني بصوا هقطعه ازاي عشان بس ما اطولش عليكم. هقطعه كده كده عشان بردك هسويه واحطه على الفت. ويلا كده هنبتدي بقى ايه نشتغل كده مع بعض. انا بحبها تبقى مجمده كده شويه عشان اعرف ايه اخرطها كده. ببقى انا ايه حره بقى اعملها ايه شاورما، اعملها فته، نعمله صينيه فته دلوقتي كده جميله، اكله خفيفه وسريعه. كده انا خرطت الفراخ كلها زي ما انتم شايفين كده اهوت، الصدر كله خرطته. هبتدي احطه على النار واشوحه. عايزه بس اقول لكم مقادير الفته اللي احنا هعملها. هحتاج حبايتين بتنجان، معلقتين كبار حمص، هحتاج علبتين زبادي، طحينه، عيش محمص، فراخ. الفراخ اختياري، ممكن تبدلي بدل الفراخ لحمه، ممكن تلغيها كمان وتعمليه بتنجان وعيش محمص وحمص وبس. يلا بقى على النار عشان نبتدي نشتغل مع بعض. ودلوقتي مسكت العيش يا بنات هقطعه كده. ممكن تقلي العيش بعد البتنجان في الزيت، ولو عندك الفراير حطيه في الفراير هيبقى هيتحمر احلى ومش هيبقى شارب زيت اكتر. يعني عندك استخدمي، ما عندكيش مفيش مشاكل، اقليه في الزيت بتاع البتنجان. بعد ما تقلي البتنجان اقليه وراه، يا اما تقليه هو الاول كمان. انا بحب هو الاول عشان ساعات البتنجان بيغمق الزيت. اي عيش عندك قطعيه كده مكعبات، عيشك اللي انت بتستخدميه العادي. قطعت كده الكميه اللي انا عايزاها على حسب عدد الاسره برضك، يعني ايه ما تكتريش في العيش قوي. هجيب الاير فراير ابتدي انزل فيه وافرطه، وبخخت الزيت هبخها وادخلها بقى كده الاير فراير واوريكم لونها لما يطلع. ودلوقتي كده بقى يلا على البوتاجاز نكملوا بقيه الحاجه. ودلوقتي كده اهوت هحط بقى طاسه على النار، هحط فيها معلقه سمنه عشان اشوح الفراخ، عشان مش هحط الفراخ نيه، احطها مستويه. وده كده الزيت على النار عشان اقلي البتنجان. ومسكت البتنجان حطيته في خرقه بيضه عشان انشفه كويس من اي ميه فيه عشان ما يشربش معايا زيت. دلوقتي هنسوي بقى الفراخ والبتنجان الاثنين مع بعض. السمنه بس تسخن. وهبتدي انزل الفراخ. زي ما انتوا كده شايفين هبتدي بقى انزل بالايه بالبهارات على الفراخ عشان تكمل سواها وتاخد ايه من طعم اللحوم. احط لها فلفل اسود،
وملح. هسيبها لغايه ما تشرب ميتها خالص عشان تبقى استوت تمام. وزي ما شايفين كده بص انا بقلي البتنجان. يلا نكمله بقى ايه مع بعض. وهنا يا بنات انا زودت بهارات فراخ عشان الولاد قالوا لي لا حط لنا بهارات فراخ بتبقى طعمها حلو مع ايه شرايح الفراخ. يلا بقى نعمله الصوص اللي هيتحط ايه فوقيها عشان نبتدي نطبقه مع بعض. وهنشوفوا العيش عشان الفراخ صفرت. ودلوقتي هبتدي احضر الصوص اللي هحطه على وش الفتة. هحتاج معلقتين كبار طحينه، كوبايتين زبادي، علبتين زبادي من عند الراجل. لو عامله زبادي في البيت خدي كوبايه. هنزل عليهم برشه ملح بس كده عشان ايه اشوف الملح اللي نزل. معلقه توم مهروس، عصير ليمونه، كده بقى الصوص كده بقى عندي ايه جاهز. بس كده افككه كده. يلا بقى نطلعه العيش ونطبقه الصينيه معايا. وكده يبقى بصوا العيش اتحمص اهو. اجمل بقى ما فيه ان هو ايه مفيهوش دهون. هنزل عليه بالبتنجان، أكلة سريعة وخفيفة وسهلة وطعمة كمان. ابتدي أوزع بردك كده الفراخ. وهنزل بالحمص، وهغطيهم بقى بصوص الطحينة اللي بالزبادي. بسم الله. وكده احنا خلصنا اهو الطبق بقى هنجرنشوه.
حط له بقدونس، حط له جزر مبشور، مش عايزه تحطي له حاجه تانية برضك هو شكله جميل يعني، دي حاجه ايه ليكي انت. ودلوقتي يلا بقى نعمله ايه الترند بتاع اليومين دول، المكشكشه. نعمله بطريقه بسيطه وسهله. ده كوبايتين لبن يعني نص كيلو لبن، هحط عليه معلقتين كبار كاستر، بودره الكاستر، وهرفعهم على النار. ونبتدوا بقى ايه نجيب الصينيه، عشان انا عايزه اعملهم وادوبهم على البارد واحطهم على النار واسويه واسيبه يبرد. يلا كده ايه مع بعض. ودلوقتي كل اللي هحتاجه بقى عشان اعمل المكشكشه، هسيح سمنه. انا بحبها بالسمنه اكتر من الزبده. وهدهن بس الصينيه وابتدي اعمل الطبقه ايه اللي تحت. انا عملت الكاستر وسايباه بيبرد. عايزه اعمل كده الطبقه تبقى كده ايه واقفه كده في الجناب شويه. ندهن كمان كده، بتقرقيها بالسمنه عشان تبقى مخرشفه، عشان تديكي خرشفه المكشكشه بتاعت الرز. بس كده. هما دول ايه اللي هتحطوا كده مش هيجرى لهم حاجه. وجبت الكاستر عملته وبردته كده زي ما انتم شايفين. هنزل عليه بقى بايه، بكريمه لباني عشان تديله الطعم الغني الدسم. وهبتدي انزل بقى الحشوه في النص، مش هخليها تطلع من النص. نجيب السباتيلا بس كده. هنزل كمان بقيه الحشوه ديت. وهبتدي بقى اجيب بقيه الجلاش واكشكشه. هبتدي كده بكشكش كده الورقه زي ما انتم شايفين، وببتدي انزل بيها، والحته الزياده بقطعها. الموضوع ايه سهل يعني، ما فيهوش ايه اي حاجه. حط كده، والزياده برضك كده ايه بقطعها، بلمهم كده على بعضهم عشان يدوكي ايه كشكشه ايه حلوه كده.
وابتدي اكشكشها وبنزل كده بيها لغايه ما بملى الصينيه زي ما انتوا كده ايه شايفين. هبتدي انزل بقى كده بالسمنه، هشبعها كويس قوي من فوق بالسمنه عشان تتحمر حلو. الفرن انا مولعاه، هدخله على الفرن حامي عشان يديني الوش الاحمر الجميل. هدخلها الفرن وارجع لكم. ودلوقتي يا حبايبي يلا بقى نعمله مع بعض فكره عصير جميله قوي يا بنات، عايزاكم تجربوها. دي حبايه بنجر اللي هو بيقولوا عليه الشمندر. هقشرها واحطها على النار اسلقها وهسيبها تبرد واكمل لكم العصير. كده انا قشرتها. هجيب حله فيها ميه وهبتدي اخرطها كده فيها عشان اسلقها. ما تقلقوش من اللون اللي بيطلع في الايد دوت، بيروح. خرطها بس كده عشان متاخدش مني ايه وقت في السلق. جميل العصير دوت لو عندك اطفال، وانت والله كمان ككبيره تشربي منه. هحطه بقى على النار يتسلق وارجع لكم تاني نكملوا بيه العصير. ودلوقتي بقى هعمل العصير اللي هو بالبنجر اللي بالشمندر، عشان الناس لما ما تعرفش البنجر ده البنجر اللي انا سلقته. هحط عليه فراوله، دي فراوله مفرزاها انا، وهحط عليه كوبايه عصير برتقال. هيدوا ميكس حلو قوي قوي يا بنات مع بعض، ميكس وفايده يعني من ناحيتين. وهحليه بالسكر، عايز تحليه بالعسل بقى، دي ايه حاجات اختياريه. هضربه واصبه واوريه لكم. وده كده يا بنات الشكل النهائي للسفره. والعصير دوت جربوه تحفه يا بنات. وكده ده شكل الفته، زينيها باي طريقه تعجبك. ايه رايكم بقى في شكل الفته؟ جميل ماشي. ودي بقى المكشكشه ايه اللي وجع دماغ الناس كلها وغاليه. بص وده كده الشكل النهائي. ودي كانت سفرتنا، جربوها. مستنيه ارائكم وتعليقاتكم اللي ما نحرمش منها ابدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واشوفكم في فيديو جديد.